الماضي. الآن هنا محاولة من جديد، لن يجد النصر صعوبة إطلاقا في الوصول، وتاليسكا يصل مبكرا. نعم نعم نعم، فعلها الضارب وسجل الآن هدف التقدم بعد مرور 5 دقائق فقط. قلت أن العالمي لن يجد أي صعوبة في الوصول إلى شباك الفيحاء، ومن غير تاليسكا يفعلها، وقد فعلها مبكرا. هذه البداية من غريب، وحاول المرور لكن لم ينجح في الخروج بالكرة. انظر إلى أوتافيو، وبعد ذلك مع الدون إلى تاليسكا. اللمسة المثالية الذكية من كريستيانو إلى تاليسكا، إلى الشباك، إلى الفرح، إلى السعادة، إلى النصر، إلى النصر. هيا بنا إلى النصر، هكذا أعلنها تاليسكا. ومن الدقيقة 5 هيا بنا إلى النصر، إلى الفرح. 3 أمام الكرة، سيضرب تاليسكا، سيضرب تاليسكا عن كريستيانو. الله، التاريخ يستمر في الكتابة عنه، ويسجل الآن على طريقته الخاصة. الأسطورة يضرب بالجديد ويضيف الفيحاء إلى القائمة الدورية. لم يبقي أحد، هكذا يسجل ويضرب. الله 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 الله، الكبير كبير والأسطورة دائما هكذا. يعطي السعادة والفرح. إنه النصر نشيد له، ولا بد أنه سيستمر ولا يتوقف. ماذا عن ماني؟ هل سيستمر دون توقف في الضغط؟ لا. الله 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 الله، البروفيسور بروزوفيتش يسجل له الأجمل، الأروع، الأبدع، ويتوج أداء الأفضل في الجولة الأولى والأفضل في الجولة الثانية بهذا الهدف. هذا الهدف الرائع الفريد. الله على ماني، مررها باتجاه البروفيسور بروزوفيتش يتوج البروفيسور أداءه والمثالي بهدف ثالث للنصر، وهدف جميل ورائع. لكن الغنام يرتكب هذا الخطأ، والفيحاء يحاول أن يقلص الفارق. ساكالا فعلها فشرا. ساكالا بعد عرض من الهجوم المستمر من ساكالا، آخر من سجل في شباك النصر، يكسب خطأ من الغنام ويمرر كرة باتجاه بوزويلو، يرفع الكرة على راس ساكالا ليحرم بنته من شباك نظيفة، ويضرب بالراس ويسجل هدف تقليص الفارق. وإن كان الأمر قادم من الأوراق. تاليسكا الضارب، هل يضرب بالرابع؟ الضارب